عندنا معانا سيادة المستشار أشرف محمد علي، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، عشان كان جه اسمه مع سامح نجم الدين وانا اعترضت على الكلام فعلا. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمود. اهلا بيك يا فندم، ازي الصحة؟ الله يسلمك. هو ذكر اسمك وانا يعني عاتبت المراسل وقلت له لا ما ينفعش تقول اسماء كده باتهام كده صريح، لان ما نعرفش مدى صحة هذا الكلام. انا حضرتك اولا احب اقول لحضرتك على حاجة. نعم. اولا انا حضرتك رئيس محكمة المنيا الابتدائية. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، رئيس غرفة عمليات المحكمة. تمام. انا حضرتك تلقيت هذا الخبر للاسف من خارج البلاد، تحديدا من دولة دبي. احد الزملاء الافاضل بيكلمني بيقول لي في وقع ان المراسل بتاع قناة النهار قال ان انا ضبطت متلبس بان انا بالفيديو بصوت صالح احد النخيل، وده كان عن طريق المراسل بتاع حضرتك. اولا انا بقول لحضرتك على حاجه، احنا بنحترم حضرتك كويس قوي وبنحترم الاعلام، ولكن عشان الاعلام يوصل لدرجه ان هو يسب الناس الشرفاء في كرامتهم، والعلم حضرتك انا واحد من الناس، انا شغلتي ان انا قائد هذه المحكمه في تمام. يعني انا المشرف على الاستثناء من شمال الى جنوب المحافظه. اولا انا ما بنزلش لجان فرعيه. تمام. سيادتك يزكي بيا بهذا الكلام. طبعا الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش. المفروض حضرتك المراسل بتاع حضرتك يتحقق من ان هذه صحيح ولذلك سيادة المستشار اللي نقل الكلام بس ما كملوش، انا اوقفته، يعني لما اتكلم كده انا اوقفته، قلت له ما تجيبش سيرة المستشار بالطريقه ديت، لان دي مسائل كلها تخمينات ما نعرفهاش. فانا اوقفته مباشرة اول ما قال اسم سيادتك في ادانه. حضرتك اوقفت، كتر خير حضرتك. لا مش كتر خيري، لا مش كتر خيري، ده واجبي يا سيادة المستشار، ده واجبي. ولكن حضرتك علشان يذكر الاسم كذب وافتراء، هذا الكلام انا لن اسمح فيه. انا راجل قضاء واعرف كويس قوي صح، عندك حق. حضرتك لا تعلم انا اديني 3 ايام بايت في مكتبي عشان خاطر الستة، عشان خاطر مصر، عشان خاطر الوطن. عندك حق سيادة المستشار، عندك حق سيادة المستشار. وان لم يكن يتم الاعتذار. انا بعتذر، انا اهو سيادة المستشار. نعم. انا بعتذر لسيادتك كل الاعتذار الممكن، وبقول لسيادتك حقك عليا وانا متاسف جدا جدا جدا. يطلع سيادة المراسل بتاع حضرتك زي ما قال. حاضر على الهواء يبلغ. حاضر، هاتوا لنا سامح نجم الدين. عناية يا سيادة المستشار، انا موافقك على كل الانفعال اللي عندك دوت، وعندك حق مليون في المية. وانا اوقفت المراسل وهو بيتكلم وقلت له لا تقف. فسيادتك انا هخلي لك يا استاذ محمود لو سمحت. نعم. كنت اتنازل عن حقي الجنائي والمدني الذي يسمح لي القانون بأخذه عشان خاطر حضرتك. لو سمحت انا لن اتنازل عن هذا الاعتذار، وان هو يرفع على الهواء حالا ويعتذر حالا العالم كله حتى سيادة المستشار. شكرا سيادة المستشار. اتفضل حضرتك. انا بقول لسيادتك انا بعتذر، انا متاسف جدا جدا، وهخلي سامح نجم يعتذر لسيادتك لان دي غلطه انا بعتذر لسيادتك عليها قدام الناس كلها وعلى الهواء مباشره وفي قناه النهار، وانا راجل يعني من مؤسسين المحطه، وبقول لك حقك عليا وما تزعلش، والحكايه غير مقصوده، وهخلي سامح نجم يعتذر لك حالا دلوقتي، هنجيبه من المنيا ويعتذر لك. هل هذا يكفيك؟ شكرا يا فندم. هل هذا يكفيك؟ انت راضي ام غير راضي؟ لا يكفينا عشان خاطر حضرتك. طيب الله يكرمك سيادة المستشار. شكرا سيادة المستشار أشرف محمد علي. بنغلط واحنا بنشتغل ونعترف بغلطنا، وسامح قال كلام ما كانش صح انه يقوله، هاتوا سامح على الهوا يعتذر لسيادة المستشار فورا. هاتوا لنا سامح، لان دي اصول المهنه، ان احنا لما نغلط نعتذر ونقول احنا متاسفين. فسامح فعلا تجاوز فيما قاله.